بيبدأ الفيلم سنة 1991 وبنشوفهم في مقر منظمة هايدرا بيفكوا باكي من التجميد وبيعملوا تجارب عليه، وبيكون معهم كتاب فيه كلمات غريبة مجرد ما بيقولوها على باكي بيسيطروا على مخه وبينفذ أي حاجة بيطلبوها منه. وفعلا بيكلفوه بأول مهمة وبينفذها، وهي إنه بيغتال واحد في عربيته، وهنعرف مين هو الواحد دوت بس قدام. وبياخد مادة زرقاء غريبة موجودة في شنطة العربية وبيمشي، والمادة دي هتساعد هايدرا في تجهيز باقي جنود الشتاء اللي زيه. وبنرجع للأحداث الوقت الحالي وبنشوف الافينجرز وهم في مدينة ليجوس عشان يقوموا بمهمة جديدة، وهي انهم يقبضوا على روملو، واللي بنعرف انه لسه عايش وما ماتش لما المبنى وقع عليه في نهاية الجزء اللي فات. فبيروحوا على روملو ورجالته، واللي بيكونوا رايحين على منشأة علاجية عشان يسرقوا سلاح بيولوجي. ولما بيدخل المبنى بيرمي قنابل دخان وبيقتل اي حد قدامه. وبيوصل كابتن امريكا وبتدور المعركة وبيقدر يخلص على كام واحد من رجالة روملو. وفي نفس الوقت بتكون واندا بره المبنى وبتحاول بقدرتها انها تخرج الدخان من المبنى عشان محدش يتأذى، لكن بينجح روملو انه يسرق السلاح البيولوجي وبيهرب لحد ما بيوصل لسوق في نص المدينة. وبيجي كابتن امريكا ومعاه واندا وبيطاردوا روملو. ومن الناحية التانية بتكون ناتاشا بتجري ورا 2 من رجالة روملو. وفي نفس الوقت بيكون فالكون بيطارد واحد تالت من رجالة روملو. برضه بيوصل فالكون للراجل اللي كان بيطارده لكن مش بيلاقي معاه السلاح. وبتوصل ناتاشا للراجلين التانيين، واحد فيهم بيكون معاه السلاح وبيجي فالكون عشان يساعدها، فبيضرب بطيارته الراجل اللي معاه السلاح وبيموت. وبيقع السلاح بس بتلحقه ناتاشا في اخر لحظة قبل ما يلمس الارض عشان ما ينفجرش، لان السلاح ده لو كان اتكسر على الارض كان ممكن ينفجر. واخيرا بيوصل كابتن امريكا وواندا لروملو، وبيبدأ كابتن امريكا يضرب روملو اللي بيكون خلاص هيموت، فبيكون عامل حسابه ولابس حزام ناسف، فبيفجر نفسه والانفجار كان هيسيب كابتن امريكا. فبتتدخل واندا عشان تساعده، وبتقدر بقدرتها الخارقة انها ترفع روملو لفوق، لكن ما بتقدرش تسيطر على الانفجار لان الانفجار بيكون قوي جدا. فللاسف بينفجر في مبنى سكني مليان ناس وبيتدمر المبنى، وبيلاقوا ان في ناس كتير ماتت. وبتنهار واندا جدا لما بتشوف اللي عملته، وبيجي كابتن امريكا وبياخدها وبيمشوا. وبعد شوية توني ستارك بيكون بيستعرض جهاز جديد من اختراعاته، والجهاز ده قادر انه يعرض الذكريات، فبيجربها على نفسه وبيعرض ذكرى لابوه وامه في يوم كانوا مسافرين، لكنهم للاسف مش بيوصلوا للمطار وبيتعرضوا لحادثة وبيموتوا. وبعد ما بيخلص المؤتمر بتروح ست تقابله وبتفضل تتهمه انه كان السبب في موت ابنها واللي مات في احداث فيلم الافنجر ايج اوف الاترون، وبتقول له انه مش بطل ولا حاجة وانه بسببه في ناس كتير جدا ماتت، وبتسيبه وبتمشي. وطبعا توني ستارك بيتأثر جدا بكلامها لان كلامها حرفيا صح. بعد كده بنشوف الاخبار وبنعرف منها ان في 11 شخص ماتوا بسبب الانفجار بتاع المبنى اللي شفناه من شوية. بس المشكلة ان 11 شخص دول بيكونوا من سكان مدينة واكاندا، وبيطلع ملك واكاندا في التلفزيون واللي بيكون اسمه تتشاكا، وبيتهم الافنجرز انهم السبب وبيفضل يوجه ليهم اتهامات كتير. بعد كده بيحضر وزير الخارجية وبيجمع الافنجرز كلهم وبيطلب منهم انهم يوقعوا على اتفاقية اسمها اتفاقية سوكوفيا. والاتفاقية ديت باختصار بتنص على ان الافنجرز هيقوموا بمهماتهم عادي جدا لكن تحت اشراف الولايات المتحدة عشان الموضوع يكون منظم بشكل اكبر وكمان محطوط في اطار ضيق وما يقدروش يدمروا اي حاجة قدامهم. وهنا الافنجرز بيتقسموا لفرقتين، فريق موافق على الاتفاقية بقيادة ايرون مان، وفريق تاني رفضه شايف انها تقيد حريتهم وهتحولهم لموظفين، ودول بقيادة كابتن امريكا. وفي نفس الوقت بنشوف واحد اسمه زيمو بيخبط عربية بالغلط وبيروح يخبط على البيت عشان يحل المشكلة مع صاحب العربية بهدوء، لكن لما الراجل بيفتح الباب بيهجم زيمو، وبنكتشف ان الشخص ده هو اللي كان كلف باكي بالمهمة سنة 1991 وبيقتله. وزيمو بيسرق من عنده الكتاب اللي فيه التعويذة اللي غسلوا بيها مخ باكي قبل كده وبيمشي. وطبعا احنا دلوقتي عارفين ليه خبط عربيته وليه راح له البيت، طبعا عشان يسرق الكتاب. وبنرجع مرة تانية للافنجرز وبيكونوا لسه بيتناقشوا على الاتفاقية وبيشوفوا هيوافقوا عليها ولا لا، لكن بتيجي رسالة لكابتن امريكا وبيعرف منها ان بيغي كارتر ماتت
فبياخد بعضه وبيروح للندن عشان يحضر العزاء بتاعها. بعد كده بننتقل لمؤتمر فينيا، وده بيكون مؤتمر عامله الملك تتشاكا، وبيحضر المؤتمر ابنه تتشالا. ولكن اول ما بيبدأ المؤتمر وبيطلع تتشاكا عشان يتكلم بتنفجر قنبلة في المكان وبيموت. وبيشوف كل اللي حصل في المؤتمر كابتن امريكا عن طريق الاخبار لانه لسه في لندن، والمشكلة ان الكاميرات برضو صورت اللي فجر القنبلة واللي بيطلع باكي. وبنشوف كمان تتشالا بعد الانفجار واللي بيكون متضايق جدا بسبب موت ابوه، فبياخد قرار انه ينتقم بنفسه ويجيب حق ابوه. وبيوصل كابتن امريكا مع ناتاشا وفالكون وبيعرف منهم مكان باكي، وبيكون في بوخارست في رومانيا. وفعلا بيوصل ليه كابتن امريكا وبيحاول انه يتكلم معاه، ولكن بتوصل الشرطة فبتضرب عليهم وبيفضلوا يحاولوا يهربوا لحد ما بيقدر باكي انه يهرب منهم. وبينط على مبنى تاني، لكن بيجيله واحد غريب اسمه بلاك بانثر وبيحاول يمسك باكي، بس باكي بيهرب منه. وبيفضل بلاك بانثر يطارده لحد ما بيوصل رودي والشرطة ويقبضوا على كابتن امريكا وفالكون وباكي. وبيقلع بلاك بانثر القناع اللي لابسه عشان نكتشف انه هو تتشالا. المهم بياخدهم رودي كلهم وبيطلع بيهم على برلين، وبيحبس باكي في زنزانة وبيكلبشوه. اما الباقيين فبيتاخد منهم اسلحتهم. ولما بيوصلوا هناك بيجي توني ستارك وبيحاول يتكلم مع كابتن امريكا ويقنعه انه يمضي على الاتفاقية، لكن كابتن امريكا بيرفض برضه وبيفضل مصر على رأيه. بعد كده بيجي دكتور عشان يطمن على حالة باكي النفسية، لكن مش بيطلع دكتور ولا حاجة، وبيطلع هو زيمو وبيكون معاه قنبلة، والقنبلة ديت بتولد مجال طاقة كبير جدا وبيبوظ اي جهاز بيشتغل بالكهرباء. وفعلا بيفعل القنبلة وبيعطل كل الاجهزة بما فيهم كاميرات المراقبة. وبيروح لباكي وبيقرا من الكتاب اللي سرقه نفس الكلمات اللي بتخلي باكي يتغسل مخه ويقدر يسيطر عليه ويخليه يعمل اللي هو عاوزه. وفعلا بيقدر يسيطر على باكي، وبيحاول باكي يدمر المكان ويهرب. فبيقابل ناتاشا في وشه وكان هيخلص عليها، لكن بيجي بلاك بانثر وبيلحقها وبينقذها. بيهرب منه وبيطلع فوق السطح عشان يركب طيارة وبيهرب بيها، بس بيجي كابتن امريكا ويمسك الطيارة بايده ويمنع باكي من الهروب. فبتقع الطيارة في البحيرة، لكن كابتن امريكا بيلحقه قبل ما يموت وبياخده وبيمشي. ولما بيفوق باكي بيلاقي كابتن امريكا خده مكان بعيد مهجور وبيكون ربطه. وبيجي ليه كابتن امريكا لما بيشوفه انه فاق وبيفضل يسأله اسئلة عن ماضيه، وبيلاقيه فاكر كل حاجة. فبيعرف وقتها انه حاليا باكي صاحبه ودماغه مش متسيطر عليها. وبيسأله كابتن امريكا عن زيمو، لكن بيكون باكي مش فاكره اصلا. وبيسأله عن حادثة 1991، وهنا باكي بيقول ليه ان مهمته وقتها كانت سرقة مادة الجندي الخارق. وبيقول لي كمان انه مش هو الوحيد اللي اتعمل عليه تجربة الجندي الشتاء، ولكن هيدرا عملتها على ناس تانية كتير جدا. وعلى الناحية التانية بنشوف وزير الخارجية وهو رايح يبلغ توني ستارك انه هيهجموا على باكي وكابتن امريكا ويقبضوا عليهم، لكن توني بيمنعهم وبيقول لي انه هيحاول يقنعهم بالعقل انهم يسلموا نفسهم. وبعد كده بيبدأ توني ياخد لفة على الابطال الخارقين عشان يضمهم للافنجرز، وبيروح يقابل بيتر باركر وبيقول لي انه عارف انه هو سبايدر مان، وبيديله بدلة جديدة متطورة صنعها ليه في شركته. وفعلا بينضم سبايدر مان للافنجرز. وعلى الناحية التانية بيكون هوك اي راح لواندا وحاول انه يضمها لفريق كابتن امريكا، وفعلا بيقدر يضمها رغم محاولة فيجن انه يمنعها تمشي عشان ايرون مان كان مانع واندا من الخروج من المبنى ده، وهي حاليا تحت حماية فيجن. وده طبعا بسبب المبنى اللي فجرته بالغلط في البداية واللي خلى العالم كله غضبان عليها. فايرون مان حب يحطها في المكان ده عشان يسيطر عليها ويبعد عن نفسها وجع الدماغ. وفي نفس الوقت شارون كارتر بتاخد ادوات فالكون وادوات كابتن امريكا من مقر الافنجرز وبتروح توديهم لكابتن امريكا في مخبأه. وبيروح كلينت كمان وبيجي بسكوت اللي هو انتي مان وبيضموا لفريق كابتن امريكا. وبيجي اخيرا يوم المعركة، والمرة دي بيكونوا الافنجرز ضد بعض في فرقتين، ومن ناحية ايرون مان ورودي وسبايدر مان وفيجن وبلاك ويدو وبلاك بانثر، ومن الناحية التانية بيكون كابتن امريكا وواندا وانتي مان وباكي وفالكون وهوك اي. وبتبدأ المعركة وبيبدأ كله يضرب في بعضه، وسبايدر مان يحارب كابتن امريكا وضربة من ده على ضربة من ده وضربة يمين على ضربة شمال، وبيكون فريق ايرون
مان خلاص هيقدر يقبض عليهم، لكن بتيجي ناتاشا وبتخلي كابتن امريكا وباكي يهربوا. فبيحاول ايرون مان ورودي انهم يطردوهم، وبيطلب ايرون مان من فيجن انه يضرب فالكون ويعطل طيارته، لكن للاسف فالكون بينحني والضربه بتصيب رودي بالغلط، فبيقع وبينجح كابتن امريكا وباكي انهم يفلتوا منهم ويهربوا. بس المشكله ان الوقعه دي خلت رودي يقع وما يقومش منها تاني خالص. وفي نفس الوقت بيقدر ايرون مان يقبض على باقي فريق كابتن امريكا، وبيبدا يستجوب فالكون ويعرف منه المكان اللي رايحه كابتن امريكا وباكي. فبيروح ايرون مان وراهم، وبيطلع وراه كمان بلاك بانثر، وبيكون المكان اللي رايحينه هو المكان اللي متجمد فيه جنود الشتاء التانيين. ولما بيوصل للمكان مش بيهجم عليهم، لكن بيتعاون معاهم عشان ينتقموا من زيمو لما بيكتشف انه هو اللي ورا كل اللي حصل ده. بس لما بيدخلوا المكان بيلاقوا جنود الشتاء كلهم اتقتلوا، وبيعرفوا ان زيمو هو اللي خلص عليهم. وبعدها بيشوفوا هناك فيديو شغال فيه شاشة قديمة، وبيكون سايبه زيمو، وبيكون الفيديو ده بيعرض الحادثة اللي حصلت لأبو توني ستارك وأمه. وبيطلع اللي قتلهم هو باكي عشان يسرق مادة الجندي الخارق اللي كانت موجودة في شنطة العربية، وهم دول الأشخاص اللي اغتالهم باكي في أول الفيلم. فايرون مان بيتأثر جدا وبيسأل كابتن أمريكا إذا كان يعرف إن باكي عمل كده ولا لأ، لأنه هيعتبره خاين بالنسبة ليه. فبيقول ليه كابتن أمريكا إنه عارف، وبيقول له إن ده مش ذنب باكي لأنه ما كانش في وعيه. لكن ايرون مان مش بيفرق معاه الكلام ده، وبيبدأ يهاجمهم هما الاتنين بكل قوته، وبيبدأوا التلاتة يضربوا في بعض، وبتنتهي المعركة بينهم بإن ايرون مان بيدمر ايد باكي الحديدية، وباكي بيدمر ليه البدلة لما بيدمر المفاعل اللي فيها. فبياخد كابتن أمريكا باكي عشان يهربوا، لكن قبل ما بيمشوا بيقول توني على فكرة أبويا هو اللي صنع لك الدرع اللي معاك ده، لكن انت ما تستحقهوش. فبيرمي كابتن أمريكا الدرع لتوني وبيسيبه وبيمشي. وعلى الناحية التانية بيقدر بلاك بانثر انه يوصل لزيمو، وبنعرف ان زيمو عمل كل ده لان ابوه ومراته وابنه ماتوا في سوكوفيا، وهو شايف ان الافنجرز هم السبب في ده، فعشان كده كان عاوز ينتقم منهم. وسوكوفيا ديت هي المدينة اللي اتدمرت بالكامل في فيلم افنجرز اتش اوف الاترون. فبيقول له بلاك بانثر ان برضه على فكرة فقد ابوه، لكن ما انتقمش لان الانتقام ملوش لازمة ومش بيرجع اللي فات. وبعدها بيقبض على زيمو وبيوديه للشرطة. بعد كده بيستلم توني طرد، وبيكون اللي بعته كابتن امريكا وسايب له رسالة بيقول له فيها انا اسف بسبب اللي حصل لاهلك، لكن ما كانش ينفع اسيبك تخلص على باكي لان ملهوش ذنب. وبيسيب لي كمان تليفون وبيقول لي لو احتجتني كلمني واكيد هتلاقيني جنبك. وفي نفس الوقت ده كابتن امريكا بيحرر فالكون من السجن وبياخده وبيهربوا، وبعدها بيسفر باكي لواكاندا ويقرر يجمده في غرفة السبات لحد ما يشوفوا حل للتعويذة والكلمات اللي بتغسل مخه وطريقة يعالجوه بيها. وطبعا كان موجود كابتن امريكا، وطبعا برضو كانوا واخدين الاذن من تتشالا اللي هو بلاك بانثر عشان يحطوه في المدينة ويحطوه في السبات. واخر حاجة بنشوفها هو سبايدر مان وهو قاعد مع عمته ماي وبيجرب جهاز سبايدر مان اللي اخده من توني، وبيخلص الفيلم على كده.